السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله في هذه المحاضرة ناخد بعض الوردس، الكلمات الهامة جدا. collect collect collect. طبعا قبل كده الشطار قلت بالنسبة لحرف السي إذا جاء بعد منه أي حرف ما عدا حرف الآ والآي والواي فإن في هذه الحالة بينطق كاف. يعني حرف السي ده أنا شرحته كذا مرة قبل كده. حرف السي ده ينطق سين اذا جه بعد منه حرف الاي والاي والواي. انا برضه هكتبها لكم افكركم بس. الاي والاي والواي، الاي والاي والواي. طبعا ده اسمه ا ما اسموش اي، اسمه ا حرف الاي والاي والواي. في هذه الحاله لو حرف السي جه بعد منه اي حرف من الثلاثه دول فهنا في هذه الحاله بينطق سين، بينما غير ذلك بينطق كاف على طول. طبعا هنلاحظ ان حرف الاو ده مش من ضمن الثلاث حروف، عشان كده السي اتنطق كاف. هنا برضو السي اتنطق كاف عشان حرف التي مش من ضمن الثلاثه حروف. تمام، دي قاعده ثابته يا ريت ان احنا ناخد بالنا منها. طبعا بمعنى يجمع. بيبر اللي هي ورقة. The English Club اللي هو نادي اللغة الإنجليزية. طبعا كلاب اللي هو النادي. waste يعني بيضيع، واحد بيضيع حاجة أو بيفقد شيء. وأيضا لا معنى آخر المهملات. model اللي هو نموذج أو نموذجي. idea يعني فكرة، واحد عنده فكرة. recycle يعني إعادة تصنيع الشيء مرة أخرى. هنا بقى شفت أنا قلت لاحظ إن السي الأولى اتنطق السين. طيب ليه؟ عشان احنا قلنا دلوقتي حرف السي لو جه بعد أي حرف من الثلاثة بينطق سين. هنلاحظ ان السي الاولى جه بعدها حرف الواي، عشان كده السي الاولى اتنطقت سين، بينما السي الثانيه اتنطقت كاف عشان جه بعدها حرف ال، وحرف ال مش من ضمن الثلاثه حروف، عشان كده قلنا ريسيكل. turn off ده اكسبريشن على بعضه بمعنى يطفي. واحد بيطفي turn off the light، يطفي النور. هنا طبعا turn ده verb فعل بياخد طبعا preposition letter حرف الجر off، بينما لو عايز اقول عكسها opposite it عكسها turn on هنكتب كلمة on طبعا اون لوحدها بمعنى على، بينما لو جبت تيرن، لو اضفت تيرن حطيت اون مع تيرن اصبحت تيرن اون يعني بيولع النور او بيشغل النور. through يعني يرمي. طبعا لاحظ يا شطار ان التي اتش حروف مركبه بتاخد حرف الثاء، لكن لو جه بعد منها حرف الا اللي هو ده حرف ما اسموش ايه، اسمه لو جه بعد منها حرف الا تنطق ذا. yesterday يعني امبارح او بالامس. things اشياء مفرد thing شيء. لاحظ برضه التي اتش هنا اخذ صوت الثاء. tower يعني برج. لما اقول ايه كايرو تاور يعني برج القاهرة مثلا.
break break يكسر او يحطم او يدمر. يكسر او يحطم او يدمر، ده لو فيرب. بينما لو نون يعني اسم يا شطار بمعنى راحه او استراحه، لما يقول لك ايه I wanted to take break، انا عايز اخد راحه او قسط من الراحه استريح. use يستعمل او يستخدم. wings اجنحه، جمع وينج جناح. ship سفينة. طبعا بالنسبة لشيب سفينة، في بقى عندنا حاجة اسمها boat اللي هو قارب. boat يعني قارب او مركب صغير اسمه boat. انما طبعا شيب ده سفينة كبيرة. shop يعني محل. litter اللي هي الفضلات او القمامة. litter. waste بيضيع او بيفقد. طبعا دي في البريزنت في المضارع. في الباست بقى wasted طبعا ده فيرب عادي. طالما فيرب عادي شطار بنضيف لو هو منتهي بحرف الا بنضيف حرف الدي. بينما لو فيرب عادي ومش منتهي بحرف الا بنضيف حرف الا والدي، تمام، على حسب الفيرب. collect بيجمع. collected اجمعها. بصوا بقى شطار، طالما الفيرب بينتهي بحرف الدي او الادي، فهنا في هذه الحاله التصريف الثالث بيكون نفس التصريف الثاني. يعني مثلا انا دلوقتي عندي waste بمعنى يضيع او يفقد. هنا بقى wasted افقد او ضيع. التصريف الثالث برضه wasted طالما بينتهي بحرف الدي او بينتهي بحرف الادي، تمام يا شطار. طبعا انتوا عارفين ان الفيرب يا شطار بيتصرف مع ثلاثه، اما بريزنت مضارع، اما باست ماضي، اما البي بي اللي هو الباست بارتيسيبل التصريف الثالث للفيرب. يعني بيتصرف مع ثلاثه، بيتصرف مع ثلاثه اشكال او ثلاثه صور. يوز يستعمل او يستخدم. الماضي منه يوز ده بنضيف حرف الدي. طالما الفيرب عادي وبينتهي بحرف الا، فهنا بهذه الحاله بنضيف حرف الدي. طب لو فيرب عادي ومش بينتهي بحرف الا، فهنا في هذه الحاله بنضيف الا والدي. طب زي ايه يا شطار؟ لما اقول مثلا عندنا فيرب معروف play او play يلعب، عايز اخليه لعبه يبقى played، هنضيف حرف الا دي اصبح played. take بيأخذ أو بياخد. الماضي منه took. طبعا ده بقى فيرب irregular يعني غير منتظم، فيرب مش عادي. took. التصريف الثالث اكتبهم لكم عشان هو مش مكتوب في الكتاب. taken يبقى عندنا take took taken اللي هو التصريف الثالث، يبقى ياخذ اخذ. turn off يطفي، وعكسها turn on اللي احنا قلنا عليها. turn it off طفى. طبعا احنا شطار بناخد الفيرب بنخليه في الماضي. يعني ده turn ده فيرب عادي ريجولار منتظم، طالما منتظم يبقى ادي بنضيف ادي على طول، يبقى turn it off. through يرمي. throw رمى. التصريف الثالث طبعا هو مش مكتوب هنا، انا هكتب لكم دلوقتي. thrown يبقى هنا عندنا thrown
thrown. لو تلاحظوا يا شطار كل اللي انا عملته اضفت حرف الان مع through، بس طبعا دي مش قاعده ثابته، دي مش قاعده ثابته، يعني انا كل اللي انا عملته في التصريف الثالث بتاع through اضفت حرف الان هنا thrown، تمام؟ بس دي مش قاعده ثابته يا شطار، مش قاعده ثابته. break يكسر او يحطم. broke كسر او حطم. التصريف الثالث طبعا هو مش مكتوب، بكتبه broken يعني كسرها وحطمها. طيب هنا كسرها حطمه، وهنا برضه كسرها او حطمها. طب ايه الحكايه؟ هو التالت نفس التاني، في الترجمه واحده لكن في الاستخدام في اليوزن مختلف. التصريف الاولاني بيستخدم في زمن البريزنت سيمبل المضارع البسيط، بينما التصريف الثاني بيستخدم في زمن الباست سيمبل الماضي البسيط، بينما التصريف الثالث اللي هو بروكن بيستخدم في زمن اسمه البريزنت بيرفكت المضارع التام، او الباست بيرفكت الماضي التام، اللي هو بيتكون من هاف. عندنا البريزنت بيرفكت المضارع التام بيتكون من هاف او هاز بلس زائد البي بي اللي هو التصريف الثالث. يعني دلوقتي احنا عندنا يا شطار حاجه اسمها فيرب اسمه زمن اسمه البريزنت بيرفكت المضارع التام، يتكون من هاف or has بلس التصريف الثالث. have or has بلس التصريف الثالث. زي ما نقول I have broken my car. انا لقد حطمت سيارتي او كسرت سيارتي، تمام؟ الفكره كلها في البريزنت بيرفكت المضارع التام اللي هو كلمه لقد. الفكره كلها نجيب كلمه لقد دي منين؟ نجيبها من البريزنت بيرفكت. طبعا انا ان شاء الله لسه هشرح لكم بامر الله ان شاء الله. هنا بقى عندنا كلمة ريسيكل اللي هي بيعيد تصنيع الشيء. الماضي منه هنضيف بس حرف الدي، هنضيف بس منه حرف الدي، أصبح ريسيكلد يعني هنا عمل إعادة لتصنيع الشيء. اتمنى يكون شرح هذا اعجاب حضراتكم. طبعا لا ننسى اللايك عشان اللايك بيعمل على سرعه انتشار الفيديو. والى اللقاء في محاضره اخرى. جود باي and I will see you again later. Goodbye.